تخيلي معايا الموقف ده. منى صاحبتك عندها 60 سنة، لسه خارجة على المعاش بمكافأة نهاية خدمة كبيرة. راحت البنك والموظف قال لها احنا عندنا شهادات بفايدة 18%. منى فكرت وقالت طب ما التضخم عالي والأسعار بتزيد كل يوم، هل الشهادة هتكفي؟ الموظف اقترح عليها صندوق استثمار. منى قالت لا، أخاف، أنا مش عايزة خاطر بالفلوس دي، ده كل اللي معايا. الموظف ابتسم وقال لها عندنا حل تاني، ايه رأيك في الصناديق الوقائية أو صناديق الذهب؟ منى بصت له مش فاهمة، صناديق وقائية ايه وصناديق ذهب ايه؟ لو انت زي منى أو حتى لو عمرك أصغر بس بتدوري على استثمارات أأمن من الأسهم بس في نفس الوقت تحميكي من التضخم أكتر من الشهادات، الحلقة النهاردة ليكي مخصوص. أنا ريهام، وجربت استثمر في صناديق الذهب وتعلمت كتير عن الصناديق الوقائية، ولقيت ان الاتنين ليهم مكانهم في عالم الاستثمار، بس مش زي ما معظم الناس فاكرة. النهاردة هحكيلك ايه هي الصناديق الوقائية وايه هي صناديق الذهب، امتى كل واحد منهم بيكون مناسب وامتى يكون الافضل انك تبعدي عنهم. اهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. الصناديق الوقائية أو الهيدج فاندز اسمها بيقول كل حاجة عنها. هيدج يعني يحمي أو يحوط، يعني الهدف الأساسي منها إنها تحمي رأس المال أكتر من إنها تحقق نمو عالي. تعالي نفهم الفكرة بمثال بسيط. تخيلي إن عندك 100,000 جنيه وخايفة من إن قيمتها تقل بسبب التضخم، بس في نفس الوقت مش عايزة تخاطري بيها في الأسهم. الصناديق الوقائية بتستخدم استراتيجيات متنوعة عشان تحقق هدفين: تحافظ على رأس المال، يعني 100,000 ما يبقوش 80، وتحقق نمو معتدل، يعني 100,000 يبقوا 105 أو 110. إيه الفرق بينها وبين صناديق الاستثمار العادية؟ صناديق الاستثمار العادية هدفها النمو سواء حققته أو ما حققتهوش، أما الصناديق الوقائية فهدفها الحماية أولا والنمو ثانيا. الصناديق الوقائية بتستخدم تقنيات معقدة زي البيع على المكشوف أو الشورت سيلينج، المشتقات المالية أو الديريفاتيفز، والتحوط في عملات مختلفة، والتوزيع بين أصول متضادة. ما تقلقيش لو مش فاهمة إيه هي التقنيات دي، المهم تعرفي إن الصناديق دي مصممة عشان تحميكي من التقلبات الكبيرة في السوق. الصناديق الوقائية في مصر لسه في البداية. هيئة الرقابة المالية أقرت تعديلات حديثة في 2024 بتسمح بإنشاء صناديق وقائية في البورصة المصرية. ده معناه إن معظم الصناديق الوقائية المتاحة حاليا هي صناديق دولية بيتم الاستثمار فيها من خلال بنوك مصرية، وصناديق محلية بتتبع استراتيجيات وقائية بسيطة، وصناديق الذهب اللي هنتكلم عنها بالتفصيل. التحديات الحالية هي إن الحد الأدنى للاستثمار عالي، عادة 50,000 جنيه أو أكتر، وقلة المعلومات المتاحة للمستثمرين، ورسوم مرتفعة مقارنة بالأرباح، وصعوبة فهم الاستراتيجيات المستخدمة. بس الفرص موجودة، زي زيادة الوعي بأهمية إدارة المخاطر، ودخول شركات دولية متخصصة للسوق المصري، وتطوير منتجات مالية جديدة بتناسب السوق المحلي. أما الذهب فهو معدن الأمان التاريخي من آلاف السنين، والناس بتلجأ ليه وقت الأزمات. بس خلينا نتكلم بصراحة عن الذهب كاستثمار في عصرنا الحالي. أولاً، إيه أشكال الاستثمار في الذهب؟ الذهب الفعلي زي المجوهرات، الشكل التقليدي اللي معظم الستات المصرية تعرفه، والسبائك، قطع ذهب خالصة بدون مصنعية، والعملات الذهبية، عملات من ذهب خالص، والذهب الورقي زي صناديق الذهب، بتشتري وحدات في صندوق بيستثمر في ذهب، وأسهم شركات تعدين الذهب، وشهادات الذهب الإلكترونية. في مصر حاليا عندنا 3 صناديق ذهب أساسية: صندوق عظيمات جولد، وصندوق بيلتون سبايك، وصندوق الأهلي ذهب. وبنهاية 2024 وصل عدد المصريين المستثمرين في صناديق الذهب 166 ألف مواطن باستثمارات حوالي 1,300,000,000 جنيه، رقم كبير بيدل على الثقة المتزايدة في الشكل ده من الاستثمار. تعالي نشوف الفرق بين الصناديق الوقائية وصناديق الذهب ونقارن بينهم. الهدف من الاستثمار:
الصناديق الوقائية الهدف الأساسي حماية رأس المال، الهدف الثانوي تحقيق نمو معتدل ومستقر، ومناسبة للي عايزة أمان مع نمو بسيط. صناديق الذهب الهدف الأساسي الوقاية ضد التضخم، والهدف الثانوي الاستفادة من ارتفاع أسعار الذهب، مناسبة للي خايفة من تراجع قيمة العملة. المخاطر: الصناديق الوقائية مخاطر منخفضة إلى متوسطة، التقلبات أقل من الأسهم العادية، بس ممكن تحقق عوائد منخفضة في الأوقات المستقرة. أما صناديق الذهب مخاطر متوسطة مرتبطة بتقلبات أسعار الذهب العالمية، وممكن تخسر جزء من قيمتها لو أسعار الذهب نزلت. الأرباح المتوقعة: الصناديق الوقائية أرباحها معتدلة ومستقرة، الهدف تحقيق عائد أفضل من التضخم بشوية. صناديق الذهب أرباحها مرتبطة بأداء الذهب، وممكن تحقق أرباح عالية في أوقات الأزمات، بس ممكن تكون راكدة لسنين في أوقات الاستقرار. السيولة: الصناديق الوقائية سيولة متوسطة وممكن تحتاج إشعار مسبق للاسترداد. صناديق الذهب سيولة عالية، ممكن البيع في أي وقت حسب سعر السوق الحالي. التكلفة: الصناديق الوقائية رسوم إدارة مرتفعة ورسوم أداء إضافية في بعض الحالات. صناديق الذهب رسوم إدارة معتدلة ورسوم اكتتاب واسترداد مختلفة من صندوق لصندوق. إمتى تختاري الصناديق الوقائية؟ لو عمرك فوق 50 ومش عايزة مخاطر كبيرة، لو عندك أهداف مالية قريبة خلال 2-3 ومش عايزة تخاطري، لو عايزة استثمار يحميكي من تقلبات السوق الكبيرة، ولو جزء من استراتيجية تنويع مع استثمارات تانية، وفي أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي. مثلا لو عندك مكافأة نهاية خدمة وعايزة تحافظي على قيمتها لحد ما تقرري هتعملي بيها ايه. امتى تختاري صناديق الذهب؟ لو خايفة من ارتفاع معدلات التضخم، ولو عايزة تحمي جزء من محفظتك من تراجع العملة المحلية، ولو بتتوقعي أزمة اقتصادية وعايزة تحمي جزء من فلوسك، أو كجزء صغير من محفظة متنوعة من 5-10% من إجمالي الاستثمارات. مثلا لو شايفة أن الأوضاع الاقتصادية غير مستقرة وعايزة تحمي جزء من مدخراتك. امتى تبعدي عن الاتنين؟ لو هدفك نمو عالي والمخاطر المتوسطة مقبولة بالنسبة لك، لو عندك أفق زمني طويل للاستثمار أكتر من 10 سنين مثلا، ولو مدخراتك محدودة والرسوم هتاكل جزء كبير من العائد. دي أشهر المفاهيم الغلط اللي محتاجة تتصحح. عن الذهب: المفهوم الغلط الأول، الذهب دايما بيرتفع. الحقيقة أسعار الذهب بتتقلب زي أي أصل تاني، في فترات تاريخية طويلة انخفضت فيها أسعار الذهب لسنين. المفهوم الغلط التاني، شراء الذهب كمجوهرات استثمار كويس. الحقيقة المجوهرات فيها مصنعية بتضيع لما بتبيعيها، صناديق الذهب أو السبائك أفضل للاستثمار. المفهوم الغلط الثالث، الذهب ما بيخسرش قيمته أبدا. الحقيقة الذهب بيحافظ على القوة الشرائية على المدى الطويل جدا، بس على المدى القصير ممكن يخسر جزء من قيمته. المفهوم الغلط الرابع، الذهب أفضل من الأسهم دايما. الحقيقة على المدى الطويل الأسهم حققت أرباح أعلى من الذهب تاريخيا. الذهب أداة وقاية مش أداة نمو. عن الصناديق الوقائية: المفهوم الغلط الأول، الصناديق الوقائية ما بتخسرش أبدا. الحقيقة أن هدفها تقليل المخاطر مش إلغائها، لسه ممكن تحصل خسائر بس أقل من الاستثمارات العادية. المفهوم الغلط التاني، الصناديق الوقائية للأغنياء بس. الحقيقة رغم أن الحد الأدنى عادة عالي، بس في خيارات متاحة للمستثمرين المتوسطين. المفهوم الغلط الثالث، الصناديق الوقائية معقدة قوي. الحقيقة الاستراتيجيات معقدة بس المبدأ بسيط، حماية رأس المال مع نمو معتدل. المفهوم الغلط الرابع، مفيش فرق بين الصناديق الوقائية وصناديق الدخل الثابت. الحقيقة صناديق الدخل الثابت بتركز على السندات والودائع، الصناديق الوقائية بتستخدم أدوات أكتر تنوعا وتعقيدا. طيب إزاي تستثمري في كل واحد منهم؟ بالنسبة للصناديق الوقائية في مصر الخيارات لسه محدودة. بعض البنوك الكبيرة زي CIB والأهلي عندهم صناديق بتتبع استراتيجيات وقائية. شركات إدارة الأصول زي بيلتون عندها منتجات شبه وقائية، بالإضافة للصناديق الدولية من خلال الاستثمار الخارجي. أما بالنسبة لصناديق الذهب الخيارات المتاحة هي صندوق عظيمات جولد وصندوق بيلتون سبائك وصندوق الأهلي ذهب، وكلهم متاحين عن طريق تطبيق ثاندر. نصايح مهمة: ما تستثمريش أكتر من 10-15% من محفظتك في الذهب. راقبي الرسوم، اتأكدي إنها مش هتأثر على الأرباح فتحولها لخسائر. افهمي إن أداء الصندوق مرتبط بالذهب العالمي مش المحلي بس. لو قررتي تستثمري في الذهب أو في الصناديق الوقائية فدي أهم الاستراتيجيات اللي ممكن تجربيها.
استراتيجية التوزيع المرحلي، ما تحطيش كل فلوسك مرة واحدة، وزعي الاستثمار على 3 ل 6 شهور علشان تقللي تأثير التقلبات. استراتيجية التوقيت النسبي، في أوقات الاستقرار قللي من الذهب والصناديق الوقائية، في أوقات عدم الاستقرار زودي النسبة شوية. استراتيجية المراجعة الدورية، كل 6 شهور راجعي أداء الاستثمارات دي وشوفي لو لسه مناسبة لظروفك. استراتيجية البدائل، لو ما لقيتيش صناديق وقائية مناسبة ممكن تستبدليها بمزيج من صناديق الدخل الثابت وصناديق الذهب مع ودائع بعملات أجنبية. دي أكتر الأخطاء شيوعا. أخطاء خاصة بالصناديق الوقائية. الخطأ الأول، توقع عوائد عالية، الهدف منها الحماية مش النمو السريع. لو عايزة نمو عالي دي مش الأداة المناسبة. الخطأ التاني، عدم فهم الاستراتيجية، لازم تفهمي ازاي الصندوق بيحمي فلوسك، لو مش فاهمة ما تستثمريش. الخطأ الثالث، الاستثمار بنسبة كبيرة قوي، الصناديق الوقائية جزء من الاستراتيجية مش الاستراتيجية كلها. أخطاء خاصة بالذهب. الخطأ الأول، الاستثمار في الذهب بنسبة كبيرة، الذهب مش بيدي دخل وأداؤه ممكن يكون راكد لسنين، النسبة المناسبة هي من 5 ل 15% من المحفظة. الخطأ الثاني، شراء الذهب في الوقت الغلط، ما تشتريش ذهب لما أسعاره تكون في أعلى مستوياتها، استخدمي استراتيجية التوزيع الزمني. الخطأ الثالث، عدم متابعة العوامل المؤثرة، أسعار الذهب بتتأثر بأسعار الفايدة الأمريكية وقوة الدولار والأوضاع الجيوسياسية. أخطاء مشتركة. الخطأ الأول، الاعتماد عليهم كاستثمار أساسي، الاتنين أدوات تكميلية مش بديل للاستثمارات الأساسية زي الأسهم. الخطأ الثاني، تجاهل الرسوم، الرسوم المرتفعة ممكن تاكل جزء كبير من العائد المحدود. الخطأ الثالث، عدم التنويع، ما تعتمديش على نوع واحد بس، نوعي حتى داخل نفس الفئة. القاعدة المهمة، قبل ما تستثمري في أي صندوق وقائي أو صندوق ذهب اسألي نفسك، إيه هدفي من الاستثمار ده؟ هل الرسوم مبررة مقارنة بالعائد المتوقع؟ هل فيه بدائل أبسط وأرخص تحقق نفس الهدف؟ هل النسبة مناسبة من إجمالي محفظتي؟ في النهاية الصناديق الوقائية وصناديق الذهب أدوات مفيدة بس مش سحرية ومش مناسبة لكل الناس في كل الأوقات. الهدف منهم الحماية والوقاية مش تكوين الثروة، وده شيء مهم نفتكره دايما. تحدي الأسبوع ده هو تقييم الحاجة للحماية المالية. اليوم الأول والتاني تقييم وضعك الحالي، اعملي قائمة باستثماراتك الحالية واحسبي نسبة الاستثمارات عالية المخاطر، أسهم، صناديق نمو، واحسبي نسبة الاستثمارات منخفضة المخاطر، شهادات، ودائع، وحددي لو محتاجة طبقة حماية إضافية. اليوم الثالث بحث عملي، ادخلي على مواقع صناديق الذهب ال3 المتاحة في مصر وقارني بين الرسوم والحد الأدنى وشوفي أدائهم في آخر سنة مقارنة بأسعار الذهب، وتقدري تعملي كل ده على موقع ثاندر. اليوم الرابع تقييم البدائل، اسألي في بنكك عن الصناديق الوقائية أو المنتجات المشابهة، احسبي تكلفة الاستثمار في كل خيار منهم، قارني بعائد الشهادات والودائع. اليوم الخامس اتخاذ القرار، حددي لو الأدوات دي مناسبة لظروفك، لو قررتي تجربي حددي النسبة المناسبة من محفظتك، ولو قررتي إنها مش مناسبة حددي البدائل. وبعتيلي نتائج التحدي على فلوس6@gmail.com، عايزة أعرف إيه اللي اكتشفتوه وإيه القرار اللي وصلتوا ليه. لو الحلقة دي ساعدتك تفهمي الفرق بين الحماية والنمو في الاستثمار أو خليتك تعيدي تفكيرك في توزيع محفظتك، شاركي الحلقة، خاصة مع الستات والبنات اللي بيقولوا عايزة استثمر بس خايفة أخسر. مهم يعرفوا إن فيه أدوات وسط ما بين الأمان المطلق والمخاطرة العالية. ولو جربتي أي صندوق من الصناديق دي أو لو عندك أسئلة ابعتيلي على فلوس6@gmail.com وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة. وما تنسيش تسيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه علشان الحلقات توصل لبنات أكتر محتاجين المعلومات دي. اللي عايزة أوصله النهاردة إن مفيش عيب في إنك تدوري على الأمان، وإن الحماية أحيانا أهم من النمو، وإن معرفة كل الأدوات المتاحة بتخليكي تاخدي قرارات أفضل. الصناديق الوقائية وصناديق الذهب مش حل سحري، بس ليهم مكانهم في الوقت المناسب للشخص المناسب في الظروف المناسبة. الحماية والنمو توازن مهم في عالم الاستثمار، ومفيش حاجة اسمها حل واحد يناسب كل الناس. أهم حاجة إنك تعرفي هدفك وتفهمي ظروفك وتختاري الأدوات اللي تحقق أهدافك بأقل تعقيد ممكن. الأسبوع الجاي هنتكلم عن موضوع كتير بيسألوا عنه، الاستثمار في العقارات، فاستنيني الأسبوع الجاي وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية.
كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجأ لمستشار مالي معتمد.